الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد. سيقدم علينا بعد أيام شهر مبارك، شهر رمضان كما هو معروف، ونحب أن نتكلم في هذه اللحظات على برنامج المسلم في رمضان. ما هو برنامج المسلم في رمضان؟ وقبل أن نطرح عليكم هذا البرنامج نحب أن نتعرف على بعض المعالم التي تضيء لنا الطريق لاستقبال رمضان وحسن استقبال هذا الشهر المبارك. تعلمون جميعا أن رمضان شهر الخيرات والبركات والنفحات الإيمانية. رمضان شهر القرآن، شهر القيام، شهر الصدقة، شهر مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات ومحو الخطيئات ورضا رب الأرض والسماوات، نسأل الله من فضله العظيم. رمضان فرصة يجب أن تستغل. رمضان نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب أن تشكر. فلهذا نتعرف على بعض المعالم، ومن هذه المعالم شكر الله سبحانه جل في علاه. كما سمعتم رمضان نعمة. من الناس من أتته المنية قبل أن يأتي رمضان، وهذا ملاحظ. كم نسمع هذه الأيام عن الموتى؟ كثير، صح؟ لكن من الناس من وفقه الله وبلغه رمضان. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أمن النبي عليه الصلاة والسلام على دعاء جبريل عليه السلام وهو يصعد إلى المنبر: آمين آمين آمين، والحديث معروف. فسأل الصحابة: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبريل ودعا بدعوات وأمنت على دعائه. ومن تلك الدعوات أن جبريل عليه السلام قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. قال: فقلت آمين. يا الله. معنى هذا الكلام أن رمضان فرصة، أن رمضان نعمة، أن رمضان عطية. إذا بلغك الله رمضان فقد أعطاك وهبك، وبلغت هذه الفرصة الثمينة لكي تستغلها. انظر إلى الدعاء. من الداعي؟ جبريل، طاووس الملائكة، خير الملائكة، المكلف بالوحي، الروح الأمين، نزل به الروح الأمين كما قال الله سبحانه وتعالى. على من؟ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من وطئت أقدامه الثرى. ما هي المصيبة الذي ارتكبها هذا الذي دعا عليه جبريل وأمن عليه محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي بلغ رمضان فلم يغفر له. معنى الكلام أنه قد أتيحت له فرصة لكنه ضيعها فلم يغفر له. معنى هذا الكلام أن من استغل رمضان سيغفر له بإذن الله، ولله عتقاء من النار في كل ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل نضيع هذه الفرصة؟ السؤال الآخر: هل سيأتي لنا رمضان آخر وثالث ورابع؟ الله أعلم. من الناس من كان معنا في رمضان الماضي، نذكر أخوة وأحبة وأقارب لنا، صح؟ أين هم الآن؟ تحت التراب. وأنت اليوم الله أعلم هل تبلغ رمضان أم لا، أنا وأنت جميعنا. وإذا وفقنا الله وبلغنا رمضان هل سيأتي رمضان آخر علينا؟ الله أعلم. فلهذا كما قال بعض السلف: اجعل رمضان هذا كأنه آخر رمضان في حياتك. كيف ستفعل؟ لو قيل لك يا فلان هذا رمضان آخر رمضان في حياتك وبعدين الله معك، تخيل يا ليت شعري كيف سيكون حالك من القيام والصلاة والطاعة والإقبال، صح؟ هذا معروف. يؤتى لشخص محكوم عليه بالإعدام فيقال: يا الله قبل أن نعدمك أعمل لك ركعتين، فيصلي ويحب أن يطيل، ما يريد أن يترك الصلاة، صح؟ آخر ركعتين في حياته، وربما يناجي ربه من قلبه، ربما بكى، ربما ما يريد أن يرفع من السجود لأنها آخر اللحظات. السلام عليكم. فإذا صلى الإنسان صلاة مودع كما قال بعض السلف، صلى لله سبحانه وتعالى كأنها صلاة مودع، آخر صلاة في حياتك.
كيف سيكون حالها؟ خشوع، تدبر، صح، وإتقان في العمل. إذا صام وكأنه آخر شهر في حياته، كيف سيكون الصيام؟ يعني كما يقول المصريين على سنكة عشرة، ها يعني سيكون في إتقان في العمل. فهكذا ينبغي علينا، بل يجب علينا أن نستغل الفرص وأن نشكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه نعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم إيش؟ لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من الناس من وفقه الله إلى رمضان أنعم عليه وأعطاه، ومن الناس من حرمه الله لحكمة يعلمها سبحانه. بعض الناس يأتي آخر يوم من شعبان فيموت في آخر يوم من شعبان، ولا زال مؤمل أنه سيصوم وسيقوم وسيصلي في المسجد الفلاني وسيقرأ كذا كذا من القرآن، يعني مؤمل. لكن جاء الموت فقطع الأمل وذهب إلى ربه قبل أن يبلغ رمضان. فإذا كان الله جل وعلا قد من عليك وبلغك رمضان، فاشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. أي والله أنها نعمة. المعلم الثاني أن نقدر هذا الشهر حق قدره. كيف يعني؟ بعض الناس يأتي رمضان، نسمع بعض الناس هذه الأيام: استغفر الله العظيم، هيا جاء رمضان، صلى على النبي يا فلان، مالك؟ قال يا أخي سعر رازم. استغفر الله. هل يوجد مؤمن يقول هذا الكلام؟ بل على العكس، المؤمن يفرح. كيف لا يفرح وهي ترفع لك الدرجات وتحط عنك الخطيئات وأن تملأ رصيدك بالحسنات؟ كيف؟ كان السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم يستقبلون رمضان كم؟ 6 أشهر، يعني مستبشرين عاجلين متى يأتي رمضان. وهكذا المؤمن يفرح بالطاعة ويفرح بمواسم الخير، ويودعونه 6 أشهر من حب رمضان ومن تعلقهم به. 6 أشهر يودعونه ويدعون الله أن يتقبل منهم رمضان، و6 أشهر يستقبلون رمضان الآخر القادم. وبعض الناس يستثقل رمضان وكأنه ضيف ثقيل، بل على العكس ضيف خفيف، والله ما أسرع ما يذهب. وربما أذكركم يعني إذا أمد الله في أعمارنا أن رمضان قد جاء وذهب، وكم قد ذكرنا مرارا مثلا في بداية الشهر، وبالفعل ما هي إلا وكأنها أيام، وكأنها لحظات من العمر. بعض الناس يقوم ويصلي ويتعب، يمكن يتعب في القيام مثلا، ذهب رمضان، هل هذا التعب لا زال موجود؟ ذهب، لكن ماذا بقي؟ الأجر بقي. فكما قال السلف أن لذة الطاعة تذهب لكن يبقى الأجر، ولذة المعصية تذهب أيضا لكن يبقى الوزر. في لحظة الطاعة أو المعصية، لحظة أو دقائق أو ساعات أو حسب نوع تلك الطاعة أو تلك المعصية، لكن كله يذهب. لكن ماذا يبقى لك؟ الأجر إن كان عمل صالح، والوزر عليك إن كان عمل غير صالح. نسأل الله من فضله العظيم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. من المعالم أيضا في شهر رمضان المسارعة إلى الخيرات، المبادرة. لو تأملت في القرآن: وسارعوا، سابقوا، فاستبقوا الخيرات. وأخبر الله عن الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا. وقال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففرصة أن يأتي رمضان ونتنافس ونسابق. كل شيء مطلوب فيه التأني إلا إيش؟ إلا الخيرات مطلوب إيش؟ المسارعة والمبادرة. ولماذا نسارع؟ لماذا نسارع؟ صح مغفرة، بس ما هذه المغفرة، هذه ممكن تأتي بشكل براحتنا، يعني إحنا مش مستعجلين. عندكم لماذا؟ نعم جنة لك. لماذا نسارع؟ نعم، أحسنت. قبل أن كل هذا مطلوب، لكن قبل أن يأتيك الأجل. أنت كما يقال بضاعة موت، تجلس على الطعام فلا تأكل، يأتيك الموت قبل أن تأكل. تأتي إلى فراشك فلا تقوم، تخرج من البيت فلا تعود. العمر بيد الله، صح؟ ولهذا بادر قبل أن تغادر، يعني اسبق قبل أن يأتي المرض فيقعدك. أنت اليوم في صحة وعافية، استغل هذه الصحة، اغتنم 5 قبل
5، ومنها وصحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، معروف الحديث. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا انتظر الإنسان حتى يأتي المرض يقول أوه لو كنت في صحتي كنت أصوم وكنت أصلي وكنت، لكن هل ينفع الندم؟ لا ينفع. والإنسان المبادر والمسارع والمسابق في الخيرات، وحتى إذا جاءه ما يمنعه من الخيرات بعد ذلك من مرض، من سفر، من أي شيء، فاعلم أن الأجر لا زال يرفع لك في كل يوم. إنسان كان يصوم اثنين وخميس دائما، جاء المرض فأقعده لم يستطع أن يصوم، يأتي يوم الاثنين ويرفع مع الصائمين، سبحان الله. يأتي يوم الخميس ويرفع مع الصائمين، تأتي أيام البيض 13 و14 من كل شهر و15 ويرفع مع الصائمين. يأتي رمضان أو غير رمضان وكان يقوم الليل لكن أقعده المرض ويرفع مع القائمين، وذاك مع المتصدقين، وذاك مع كل واحد في مكان مداوم عليه. إذن سارع وبادر وسابق إلى الخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي قبل أن تأتي هذه الفتن فتعيق الإنسان عن العمل. بادروا بالأعمال 7، ويذكر تلك ال7، منها الموت، منها الدجال، منها الساعة، لأنها تعيق الإنسان عن العمل. إذن يا إخواني حفظكم الله ورعاكم، سيأتينا شهر الخير، شهر البركة، كما جاء في الأثر وإن كان فيه ضعف أن الفريضة ب70 وأن النافلة في رمضان بفريضة. لاحظ أجور مضاعفة. وفي كل ليلة عتقاء من النار، في كل ليلة، وليس كما يقول بعضهم أن رمضان أوسطه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، بل عتق من النار في كل ليلة. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. أما الحديث هذا فضعيف، الذي يقول أوسطه وأوله إلى آخره. فالمقصود يا شباب حفظكم الله ورعاكم ويا أبائنا الكرام أن نبادر وأن نسارع وأن نشمر من الآن. بل من المعالم أيضا حسن النية من الآن. حسن نيتك. كيف؟ يقول الإمام أحمد لابنه عبد الله عندما طلب منه الوصية، قال: يا بني انوي الخير، فإنك ما زلت بخير ما نويت الخير. ما زلت بخير ما نويت الخير، يعني كلما كانت نيتك خير فأنت بخير. فمن الآن الإنسان المؤمن يهيئ نفسه ويحسن النية. إن شاء الله يأتي رمضان، بسم الله، يعني يقع طلبة الله، طلبة الله يعني من ناحية دينية إذا صح التعبير، طاعة، قربة، مسابقة، قيام، صيام، صدقة، كل أنواع الخير. لا تقول كما قال بعضهم: أنا كفي الحمد لله متصدق خلاص كفي. لا، يقول الصديق رضي الله عنه يوم أن علم أن أبواب الجنة 8: يا رسول الله هل على أحد حرج أن يدخل منها كلها؟ انظر، هذا الطمع مرغوب مرغب في أن الإنسان يطمع فيما عند الله، يريد أن يدخل من كل الأبواب. قال: لا، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن نهيئ النية من الآن أننا سنكون من القائمين الصائمين المتصدقين. يعني رتب نفسك. البعض ربما وقف عمله لأجل أن يستغل رمضان، كان له دوام معين، كثير من الناس والله دوام معين في شركة ولا عمل خاص أو أي شيء، وأخذ إجازة من غير راتب مثلا، هذا إذا في راتب أصلا أخذ إجازة. لماذا يا فلان؟ قال: والله اشتي ارتاح، رمضان معي، رمضان هذا الله أعلم هل نعد مرة أخرى أم لا، اشتي ارتاح، اشتي يعني نستغل رمضان، نصوم، نقوم، ما حد يشغلني. هكذا النية. لما تكون النية هكذا من الآن، هيئت النية، يأتي الشهر وأنت مهيأ وأنت جاهز. تخيل يعني. ومن النية الحسنة أن تبيت النية، نية الصيام، وهذا واجب. هذه ملحوظة مهمة، أن الإنسان في الفريضة سواء كان رمضان أو أي صيام واجب أن يبيت النية من متى؟ من الليل. أضعف الإيمان من قبل الفجر، قبل أن يؤذن الفجر الصادق بيت النية أنك ستصوم هذا اليوم، سواء كان رمضان أو أي صيام آخر واجب كصيام الكفارات مثلا أو النذور أو ما شابه. أما صيام النافلة فيكفي أن تنوي حتى من النهار. قمت مثلا تأخرت في النوم مثلا، أو رأيت نفسك يعني ما تريد أكل وأنت قبل الظهر مثلا،
ممكن من تلك الساعة وأنت لم تشرب ولم تأكل تقول إني صائم وتبدأ الصيام، تكمل الصيام إذا كان نافلة. أما الفريضة لابد إيش؟ أن نبيت النية من الليل. وقال بعض العلماء يكفي رمضان كله نية واحدة من أول رمضان، نية رمضان كامل. وقال بعضهم بل جدد النية في كل ليلة. ولا بأس أن الإنسان يجمع بين قولين، فننوي نية واحدة لرمضان كامل وأيضا ننوي في كل ليلة، ما المانع أن نفعل ذلك؟ بل قيامك أصلا للسحور أيش هو؟ عندما تقوم للسحور ليش قمت؟ نتسحر. ليش تتسحر؟ لأجل أن تصوم. فالنية حاضرة، فالنية حاضرة، لكن إذا استحضرتها فعاد هذا يعني نور على نور. من تلك المعالم لبرنامج المسلم أو لاستقبال رمضان ترتيب الوقت. ديننا دين ترتيب ونظام. أرأيت إلى الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، صح؟ أصبح اليوم بعض المسلمين يرتب عمله أو أوقاته على الصلوات، صح؟ مثلا التقي فلان بعد صلاة العصر، خلاص إن شاء الله بعد العشاء أجي لك مثلا. لاحظ، فالصلاة رتبت لنا الوقت. الصيام أيضا أو رمضان البعض يرتب أعمال معينة. متى العرس يا فلان؟ قال بعد العيد. متى إن شاء الله تفتح المشروع؟ إن شاء الله بعد العيد الكبير. لاحظ، يعني ربنا جل وعلا رتب لنا الأوقات في اليوم والليلة وفي السنة أيضا. هذا ترتيب. فالإنسان المسلم إذا رتب وقته في رمضان من الآن، يعني مثلا في الوقت الفلاني ماذا سأفعل؟ عندك اختبار أو شيء، خصص وقت معين، وقتا معينا للمذاكرة، وقتا معينا للقرآن أو أوقات للقرآن وأوقات للذكر. وفي هذا الوقت المسجد من الساعة كذا إلى أو من الصلاة الفلانية إلى الصلاة الفلانية في المسجد، وهكذا. رتب وقتك. المؤمن مرتب منظم. وإذا رتبت وقتك تجد أنك أنجزت. إذا مشيت على البركة هكذا من غير ترتيب ربما لم تنجز عمل، في حين لو حسبت الوقت وقت كثير ضاع علينا. لكن لو جدولت وقتك ورتبت ونظمت حاولت تلزم نفسك في كل وقت أن تنفذ هذا الجدول، لوجدت أنك أنجزت في رمضان. كمل رمضان سيمضي علينا كلمح البصر وأنتم ستشاهدون إذا وفقنا الله وبلغنا هذا الشهر. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. أكملنا رمضان فإذ بشخص يعني سعيد، كما قال صلى الله عليه وسلم الصائم إيش؟ الصائم إيش؟ فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصائم بعد أن يأتي عندما يأتي إلى الإفطار يفرح أنه أعانه الله فأتم صيام هذا اليوم، صح؟ أكمل رمضان أعانه الله فأتم صيام رمضان وأتم القيام وصام وصلى مع الناس وتصدق والآخر يتحسر، أوه إنك من رمضان، الله المستعان، والله نحن يعني قصرنا. طيب قصرت. الإنسان يعني يتعظ ويراجع نفسه ما دام هناك فرصة. بعض الناس مثلا في نصف رمضان قال الله المستعان ضاع نصف رمضان. طيب اجتهد فيما بقي وهي نفس الدوام نفس البرنامج ونفس ضياع الأوقات. والبعض الآخر ينشغل بأشياء أخرى يشغلون بها، كما قالوا أن الشيطان، كما جاء في الحديث أن الشيطان في رمضان إيش؟ مقيد، صح؟ ومغلغل. وبعض الناس يوقع مع الشيطان عقد. يأتي رمضان فيوقع عقد، يا شيطان أنت افتهن خذ راحتك احنا نقوم بالواجب. يعني بعض أصحاب القنوات ويجهزوا لك الفوازير والمسلسلات لماذا؟ قال رمضان يعني فرصة روحانية، طعم كيني ميني ومدري ايش إلى آخره. المهم، فمقصود يا أخواني حفظكم الله، استغل وقتك، رتب وقتك، واجعل كل وقتك يعني مثمر، عمل، طاعة، قربة إلى الله. لأنهم يريدون منا أن يأخذوا منا الوقت، فتأخذ هذا المسلسل يأخذ ساعة وهذا البرنامج يأخذ نصف ساعة وهكذا. ويعلق الإنسان، يعلق القلب. أحيانا بعض الناس يقول أنا بس اليوم عندي كذا مراهق شوية، لا أشاهد اليوم وخلاص ما أبطل أشاهد. شاهد اليوم مسلسل مثلا أو شيء، تعلق يشتيك من القصة، إذا غدوة نزيد نشوف علشان إيش؟ نشوف إيش بيفعلوا، صح؟ وهكذا. واستدراج حتى يضيع عليك الوقت. فلهذا اعزم النية من الآن أن تستغل رمضان وأن ترتب وقتك حق الترتيب. بعد ذلك في آخر رمضان تفرح أنك يعني اغتنمت هذا الشهر، وأن الحسنات إن شاء الله تعالى تملأ رصيدك في ذلك، تجد ذلك في ذلك اليوم العظيم.
من المعالم أيضا في هذا الشهر المبارك وهو مهم، حسن الأخلاق. بعض الناس يأتي رمضان فيظن أن رمضان يطلع الضغط يطلع السكر. لا تكلمني أنا صايم، لا تكلمني. ومن قال لك أن رمضان؟ بالعكس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أوصى الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا؟ فإنه أغض البصر وإيش؟ وأحصن الفرج. فالصيام يخفف من جذوة الشهوة، ويخفف من يعني من عمل الشيطان في الإنسان. عندما تكون صائم الشيطان تأثيره عليك ضعيف. عندما تكون مش صائم، عندما تكون غير صائم، تأثير الشيطان قد يكون عليك قوي. قد يقول قال: ما بالشيطان، الشيطان موجود. قال العلماء أن المقيد والمغلغل المردة من الشياطين، أما صغار الشياطين عادوا موجودين شغالين حتى في رمضان. صحيح. فلهذا لا تركن أنه خلاص ما في الشياطين، لا، يحتاج عزيمة ويحتاج قوة ويحتاج مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المسارعة في الخيرات، وهناك أشياء بارزة في رمضان مثل ماذا؟ القرآن. بعض الناس مقصر فيأتي رمضان فيقرأ ختمتين وثلاث وعشر، كلنا حسب عزيمته، بل بعضهم يقرأ 30. والله ليس صعبا أو شيء معقد أو كبير، لا والله. لو عزمت نفسك ورتبت وقتك ستقرأ في رمضان يعني عدة مصاحف مثلا، لكن تقرأ بتمعن، ليس هذا كهذا الشعر أهم شيء تخلص، لا، اقرأ وتأمل وتمعن واستشعر الأجر. وأنت أيضا كما سمعت في أحد المعالم أنك قدرت رمضان حق قدر، أن هذا رمضان شهر القرآن. بسم الله، قرآن، قراءة قرآن. رمضان شهر القيام. البعض يعني يأتي إلى 10 أواخر من رمضان ويبدأ يشغل نفسه بأشياء قد أحيانا يضطر الإنسان طلب رزق أو شيء، لكن إذا كان معك ساعة ومجال اجعل هذه الأيام أو هذه الليالي لله. قم وصلي واعبد الله سبحانه وتعالى واستغل هذه الليالي. قد تكون بل أحدها قطعا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود يعني اجعل لنفسك برنامجا للقرآن. كم قرأت من القرآن؟ كذا كذا. أيضا القيام، احرص أن تقوم مع الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى يعني يقوم، أو كما جاء في الحديث: كأنما قام الليل كله، كأنك قمت كل الليل. والبعض يستعجل ويترك يعني ركعتين وخرج، حرمت قيام الليل كله. لكن لو بقيت إلى حتى يتم الإمام وينصرف الإمام كأنك قمت الليل كله. ليالي معدودات لكنها مضاعفة. أيضا الصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجود ما يكون في رمضان. هو أصلا جواد، وكان أجود من الريح المرسلة كما جاء في الحديث، لكن أجود ما كان يكون في رمضان. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أن الجود في رمضان. فما لا بأس أن الإنسان يعني كلنا على قدر حاله. قد يقول قال زعم شفتني هلال سعيد، ما يشترط أن تكون هلال سعيد ولا الحظة ولا غير ولا محزبا. صحيح. والله أنني أعرف شخصا من رواد المسجد كان يصلي عندنا، لعله مريض، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه، فكان يجهز في جيبه فلسات أيام 10 ريال وغيرها. اليوم قد معنا فلسات جديدة بومية، ويخرج كل يوم ومسكين مسكين مسكين يعطي هذا وهذا وهذا. عادة. هذه الفلسات كم أخذت من ماله؟ كثير، صح؟ لا يذكر، لكن في يوم القيامة يجدها كبيرة. نعم، القليل عند الله كثير، وصغيرة فوق صغيرة فوق صغيرة، يعني من الأعمال الصغيرة يعني تجدها أعمال كبيرة في ذلك اليوم العظيم. فالواحد حتى على مستواه الشخصي يعني عود نفسك أن يعني تتصدق وأن تجود. كما يقال الجود بالموجود. معك مجال يعني جد، ما مش معك إلا يعني اليسير، الجود بالموجود كما كتب الله. عود نفسك على ذلك واستشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان. كذلك أيضا الذكر، من المعالم الرئيسية في رمضان كثرة الذكر. والذكر له لذة لا يعلمها إلا الله. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فسبحان الله حين تمسون
وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله متى؟ في الليل بس، صح؟ على كل أحيانه. يا الله، يعني إيش؟ على كل أحيانه، قائما قاعدا مضطجعا راكبا ماشيا راقدا، في العمل في المسجد، أينما كان يذكر الله يذكر الله يذكر الله. وكما قال ابن القيم: إذا كنت تحب الله حق الحب فأكثر من ذكر حبيبك. البعض يمكن لو خطب شخص أو تزوج يعني مثلا يبدأ يكثر من ذكر حبيبه، والله فلان خرج، فلان دخل، فلان ما شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يزوج كل عازب. فالمقصود أن الأولى بهذا من؟ الله. أحب شيء إلى قلوبنا من؟ الله. فليكن أكثر شيء ذكرا في لسانك من؟ الله. فنكثر، ولنعلم أن الأجر مضاعفة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أجل الأجر أعد الله لهم، شوف، مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله من فضله العظيم. طبعا البرنامج بقى دخلناش في البرنامج طبعا هذه معالم، لكن إن شاء الله تعالى البرنامج إذا يسر الله في يوم السبت القادم إن شاء الله، لعل الشيخ مناف مشغول في هذا اليوم، فإن شاء الله نلتقي في ذلك اليوم ونتكلم عن برنامج المسلم في رمضان. لكن اليوم يعني إن شاء الله يعني حسبنا ما قد ذكرنا من بعض المعالم. المهم أن الإنسان يتهيأ لهذا الشهر ويحسن النية أن يصوم ويقوم ويجتهد ويشمر للطاعة، ويعني يزيد من الحسنات، ويستشعر أن هذا الشهر قد يكون آخر شهر في حياته، ويستغل يعني أفضل الشهر. يعني إذا كان مثلا قصر في البداية أو الوسط أو انشغل، فلا يقصر في الأخير، في الثلث الأخير أفضل الشهر، الثمين، الذهب. فلهذا يعني وطن نفسك من الآن. وإذا كان لك أعمال أخرى أو مثلا خروجات أو شراء كسوة أو أي شيء، اجعلها في أوقات يعني ليست أوقات طاعة. أضعف الإيمان اجعلها في 20 الأولى. يأتي العشر وأنت، لأن البعض يأتي العشر وهو منشغل بالكسوة وأكرمكم الله والصندل وسير خير الثوب، صحيح، ويضيع عليها ليالي ثمينة. يا فلان ليلة 27، قال ها أنا داري بس أنا بحاول استعجل، ويدخل السوق ويضيع في الزحمة وتذهب الليلة، صح، أو حتى غيرها من الليالي، كلها ليالي ثمينة. فوطن نفسك من الآن، حاول يعني كل ما سيشغلك في العشر حاول أن تخلصه في قبل هذه العشر، فتستغل هذه العشر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتنال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. أخيرا، العمر قصير، عمرنا قصير، وأنا أشبه العمر برمضان. رمضان يأتي سريعا، صح؟ هذا أنا يمكن ما قبلش إلا يمكن شهرين من يوم صوم رمضان الماضي، صح؟ يعني يقصد من السرعة كأنها وعده يعني قريب. ها هو رمضان قد جاء، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم. وسيمضي سريعا كلمح البصر كما سمعتم، سيمضي سريعا. هكذا عمر الإنسان يمضي سريعا. الواحد من اليوم يعني كان لا زال في شبابه، مثلا يا فلان صلي، قال إن شاء الله، لا ما شاء الله هذا قدامنا العمر طويل، لما نتزوج إن شاء الله ونحافظ. أنا الحين أصلي بس يعني مقصر شوي، لكن وحافظ إن شاء الله لما أتزوج، ويتزوج ويصبح أب. الوقت سريع، وكثر الأبناء، اشتعل الرأس شيبة، مشى العمر، وإذ به 50 60 70 عام. يا الله. فيا إخواني حفظكم الله، لو أن الإنسان يوطن نفسه من الآن أن يستغل هذا العمر كما يستغل رمضان. من الناس من وفقه الله في استغلال رمضان، أيضا استغل العمر كما تستغل رمضان، لأن العمر قصير، ولأن العمر ثمين، ولأنك ستسأل عن عمرك وعن شبابك. والشباب جزء من العمر، لكنه وقت الذروة والقوة والنشاط والفتوة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تسأل، فتكون مرفوع الرأس في ذلك اليوم، وأن ترفع رأسك وتجيب رب العالمين سبحانه بأنك استغلت هذا العمر في طاعة الله،
في قراءة القرآن، في حضور مجالس الذكر، في الأخلاق الحسنة، في طاعة الوالدين، في الحرص على الحلال، في البعد عن الحرام، في وتعدد، وأنت يعني رأسك شامخ. والبعض الآخر يطاطئ الرأس، يا عبدي كذبت، يطاطئ رأسه، يا عبدي أكلت الحرام، يزداد في نزول رأسه، صح ولا لا؟ وهكذا. فالإنسان الذي سابق الخيرات مرفوع الهامة في ذلك اليوم، يوم السعادة الحقيقية. في الدنيا سعادة يعني نص نص، أما السعادة الحقيقية في الآخرة، في ذلك اليوم العظيم، يوم تجتاز الصراط، تتجاوز، والصراط أحد من السيف كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تجتاز؟ إذا كنت صاحب يعني عمل صالح يؤهلك أن تمشي من هذا الصراط كالبرق، ومن الناس كالجواد، ومن الناس من تخطف الخطاطيف إلى نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. في ذلك اليوم أيضا يوم القيامة يؤمر الناس إلى جنة أو إلى نار، وأنت إلى أين تؤمر؟ إلى أين يؤمر بك؟ فكل إنسان يعني هيئ نفسه لهذا السؤال. حتى في القبر يسأل الإنسان في قبره عن دينه وعن رسوله وعن هذا الدين، فيجاوب بطلاقة إذا كان مؤمنا، صح؟ ربي الله، دين الإسلام، محمد عليه الصلاة والسلام نبي ورسولي. والآخر ها لا أدري. تخيل أنك أنت هذا الشخص، لا أدري. يعني حسرة. فيبشر الإنسان عند موته، الإنسان المؤمن يبشر عند موته، ويبشر في قبره، ويبشر في مجاوزة الصراط، ويبشر في ذلك اليوم يوم أن يؤمر به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أما في الدنيا لا تركن. بعض الناس يعني ما شاء الله محافظ على الصلاة، خلاص الحمد لله، يعني انت بتغتر، يأتيك الشيطان من أساليب شتى. قد يقول لك أنت مثلا ما شاء الله تقوم الليل، ما شاء الله خشوع، ما شاء الله، وأنت تزداد يعني إيش؟ غرور بنفسك. انتبه، المؤمن الذكي الكيس الفطن الذي يستغل وقته ويحاول أن يخفي عمله، وحتى لو ظهر العمل لا يبالي في كلام الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار 3. تخيل 3 منهم أكيد واحد مجرم، واحد قاتل، واحد شارب خمر، صح؟ من هم ال3 هؤلاء؟ قارئ قرآن، عالم، وآخر مجاهد، وآخر منفق. يا الله، لماذا؟ ما هو السبب؟ يؤتى بكل واحد منهم فيسأل فيقول يا رب أنا قاتلت لإعلاء كلمتك، والآخر يا رب أنا أنفقت لأجلك، والثالث يا رب تعلمت القرآن والعلم لأجلك، فيقول وعلمته، فيقول الله لهم كذبت، إنما قاتلت ليقال بطل، إنما تعلمت ليقال حافظ عالم، إنما أنفقت ليقال جواد كريم. يعني النية لمن؟ للناس. والرسول يقول كما جاء في الحديث القدسي، قال عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري أي تركته وشركه. نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا يا شباب حفظكم الله ويا أبائنا الكرام، يعني نهيئ أنفسنا ونستغل هذا الشهر حق الاستغلال، فلعله يكون آخر شهر في حياتنا، نسأل الله من فضله العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. من عنده استفسار أو سؤال أو اقتراح؟ أحسنت. أنا كنت سأذكرها بس فاتتني. يعني عندما تكلمنا على حسن الخلق عند الإنسان في رمضان، يعني يظن أن رمضان يرفع الضغط، وأن الصيام يخلي الإنسان تعبان وما يحتاج أحد يكلمه. لا، بالعكس، ينبغي أن تظهر أخلاقنا في رمضان. أخلاق المسلم تظهر، ومن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سابه أحد أو شاتمه فليسبه بالمثل، صح؟ فليقل إني صائم. لاحظ، صبر، حلم، تحمل، وعفو أيضا، كل هذه أخلاق، كلها أخلاق. وليقل إني امرؤ صائم. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فالإنسان يعني يوطن نفسه. قد تسمع أحيانا شيء يعني كما يقال يطلع لك البلغم لكن أين الإيمان الذي في قلبك؟ أين الصبر؟ أين العلم الذي تعلمته؟ بعض الناس تعلم وحافظ ما شاء الله، لكن وقت الجد يظهر على حقيقته.
بالعكس العلم يظهر والأدب والأخلاق تظهر، وخاصة إذا حصل الإنسان يعني خلاف ما هو متعود عليه من السب أو الشتم أو نحو ذلك. جزاكم الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.